زامبيا تجدد دعم مغربية الصحراء وتعرض مخزون معدن كوبالت لصناعة السيارات. تأكيد لموقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء. قال ستانلي كولوبور وزير خارجية زامبيا إن بلاده تعترف بمغربية الصحراء وقنصليتها موجودة بالعيون، خير دليل على ذلك. وأضاف كاكوبو الذي حل في أول زيارة له إلى المملكة منذ تعيينه سنة 2020 أن الشعب الزامبي ما زال يتذكر زيارة تاريخية التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس سنة 2017، وعرفت توقيع اتفاقيات عديدة شملت مجالات استراتيجية. وأورد الوزير الخارجية الزامبي الزيارة جاءت من أجل ارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات متقدمة عبر فتح سبل التعاون في قطاعات متعددة، خاصة مجال الصناعة والزراعة. وطلب مسؤول زامبي يد المساعدة من المغرب في مجال صناعة السيارات، معتبرا أن المملكة تعد من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما عرض بذلك على الرباط استفادة من مخزون كوباليت التي تحتوي عليه أراضي زامبيا من أجل تقوية هذه الصناعة. المغرب وزامبيا عنصران الاستقرار في القارة الإفريقية. يتابع المتحدث عينه مبرزا أن البلدين عازمان على مواصلة التعاون في ظل أجواء الاستقرار التي نعرفها. من جانبه أكد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أن هذه الزيارة الأولى لكاكابو تأتي في ظل ازدهار كبير للعلاقات بين الرباط ولوساكو التي انتعشت منذ زيارة الملكية لزامبيا سنة 2016 وسحب الأخير اعتراف من جبهة البوليساريو وفتح سفارة لها بالرباط وقنصلية بالعيون. وشدد بوريطة على أن وزير الخارجية زامبي حمل رسالة للرئيس هاكيندياي هيشيميليا الذي أكد فيها على أواصر الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وعن نية بلاده رفع مستوى التنسيق والتعاون مع الرباط في شتى المجالات. وكشف وزير خارجية المغربي إن المملكة المغربية تقدم مجموعة 10 منح لفائدة الطلبة الزامبيين، كما تحرص على تقديم خبراتها في مجالات صناعة السيارات والفوسفات للأخوة بلوسكا. وأكد المسؤول المغربي أن الرباط ولوسكا اتفقتا على رفع من المستوى التعاون واستنسختا في وقت عينه احترام وتعاون الذين يتبعان سيرورة العلاقات بيننا. وبين المتحدث ذاته أن المملكة المغربية تتابع إصلاحات التي يقودها الرئيس الزامبي منذ توليه الرئاسة، كما تشيد بمستوى الاستقرار الذي تشهده زامبيا في منطقة ما زالت تعاني من غياب الأمن. واتفقت المملكة المغربية وجمهورية زامبيا على عقد لقاءات متعددة في شتى المجالات من أجل تعزيز التعاون، خاصة في مجال البنك والزراعة والصناعة، ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية التي تحظى برضا قائدي البلدين.